السلام عليكم، اهلا بيكم. لو انت جديد هنا، ازيك؟ انا اسمي احمد فرج، طالب في رابعه طب. في القناه هنا بحاول اعمل فيديوهات تساعدك على تحسين صحتك النفسيه والجسديه، وازاي تكون احسن نسخه من نفسك، تنميه بشريه ولكن باستخدام العلم. انك تقدر تركز اليومين دول دي حاجه مش موجوده عند كل الناس. نادرا لما هتلاقي حد بيركز على حاجه واحده لمده طويله، وبالتبعيه الناس اللي بيقدروا يعملوا ده بيحققوا اكتر بكتير من الناس اللي حواليهم. تركيز احسن بيعني نتائج احسن واسرع. لو قادر تركز هتوصل للنتيجه اللي انت عاوزها. النهارده هقول لك ايه اللي بيخليك مش مركز وتعمل ايه عشان تحسن تركيزك. انا عارف دلوقتي انك بتسوف وسايب حاجه وراك مهمه تعملها عشان تشوف الفيديو ده، او انت من قرايبي او صحابي، ولكن ان شاء الله بعد ال10 دقايق دول هتكون طلعت بحاجه مفيده. وعاوزك تقول لي في الكومنتات ايه اللي استفدته وايه اللي ما استفدتوش، او لو مليت خالص وما كملتش الفيديو. احنا عندنا نوعين من التركيز: تركيز مشتت وتركيز موجه. التركيز المشتت ده هو احنا كلنا قاعد بتذاكر وبتكلم صاحبك على الواتساب ومشغل في الخلفيه ورا ماتش الكاس العالم، او انك قاعد مركز على حاجه واحده وعاوز تعملها ولكن دماغك مشغوله بحاجه تانية، زي مثلا انك تكون قاعد بتذاكر وبتفكر يا ترى رونالدو هيقعد احتياطي النهارده ولا هيلعب. ايه اللي بيخلي التركيز المشتت ده حاجه مش كويسه؟ لان مخك ما عندوش القدره على التبديل بين المهام زي ما انت بتبدل بينهم. يعني مثلا لو انت قاعد بتذاكر وجالك نوتيفيكيشن وبصيت فيها ورجعت تاني للمذاكره، مخك مش ماشي معاك. مخك بيحتاج وقت عشان يحمل السياق اللي انت فيه. انا دلوقتي في السياق ان انا برد على مسج، غير انا في سياق اني بذاكر، وعشان انقل من ده لده بحتاج وقت وكمان بحتاج مجهود. فهتيجي في اخر اليوم تلاقي نفسك تعبان، وبتبقى فعلا تعبان ولكنك ما انجزتش حاجه. ده ليه؟ لان التبديل بين المهام ده بيستنزف طاقه مخك. على الناحيه الثانيه فانت عندك التركيز الموجه، التركيز اللي انت حاطه لحاجه واحده وقاعد بتعملها ومركز بس فيها ومش مشتت باي حاجه، وده التركيز اللي احنا عاوزين نوصل له. تعال نتكلم على الحاجات اللي بتاثر على تركيزك وبتخليك تكون مشتت. اول حاجه الملهيات. خلينا نقول انك عندك 5 وحدات للتركيز في مخك وانت قاعد بتذاكر ومستخدمهم كلهم ومركز جدا. دخلت الحاجه قالت لك الاكل هيبقى جاهز بعد نص ساعه، فانت ال5 وحدات التركيز بتاعت مخك دي بقى 4، واحده مركزه مع الاكل والاربعه مركزين مع المذاكره. مع ان المحادثه اللي بينك وبين الحاجه دي خدت 10 ثواني، ولكن مخك زي ما قلنا بيحتاج يحمل السياق اللي انت فيه. مخك كان في سياق المذاكره، انتقل لسياق الكلام مع الحاجه، وبعد كده رجع لسياق المذاكره تاني. فمخك بيحتاج وقت عشان يرجع لسياق المذاكره تاني وتقدر تستخدم ال5 وحدات من التركيز. الحاجات دي ما تقدرش تتفاداها، ولكن اللي ممكن تتفاداه هو التليفون. التليفون لما بيرن او يديك نوتيفيكيشن فانت بتروح تبص عليه، فبتخسر وحده التركيز، وبعد كده ترجع تاني 10 دقايق ويحصل نوتيفيكيشن تانية تبص عليه تفقد وحده تركيز تانية، وتيجي في الاخر تلاقي نفسك مش مركز في اللي انت بتعمله ولكن مستني النوتيفيكيشن الجاي. حتى لو التليفون ما عملش نوتيفيكيشن فانت قعدت زهقان رحت ماسك التليفون من غير ما يعمل نوتيفيكيشن بس عشان تبص. فتعمل ايه؟ تركز في الحاجه اللي انت بتعملها وتشيل الملهيات. الملهيات دي ممكن تبقى حاجات كتير، ولكن اكتر حاجه بتلهينا هو التليفون. فتعمل ايه في التليفون؟ ما تعملوش سايلنت، لا حطه في اوضه تانية اصلا غير اللي انت قاعد فيها، او نزل ابلكيشن اسمه ديجيتال ديتوكس. ديجيتال ديتوكس ده بيخليك تعمل بلوك لابلكيشنز معينه ما تقدرش تخش عليهم غير بعد وقت ساعات معين انت اللي بتحدده. فممكن تبدا اليوم انك هتقعد تركز النهارده ساعه، فتشيل ابلكيشنز لمده ساعه وتقعد الساعه دي بس مركز في الحاجه اللي انت بتعمل فيها، ومع الوقت تبدا تزود عدد الساعات اللي بتعمل فيها بلوك للابلكيشنز. الحاجه التانيه اللي بتاثر على تركيزك هو انت ازاي عايش حياتك، بمعنى ازاي بتنام، ازاي بتاكل، كميه الميه اللي بتخش جسمك، وهل بتتدرب ولا لا. فتعال نتكلم على كل واحده فيهم ونشوف تاثيرهم على تركيزك. لو بتنام اقل من 7 ساعات يوميا ده بيأثر على تركيزك جدا. انت دلوقتي عندك امتحان وطبقت عشان تذاكر، فالدكتور ماثيو ووكر واصحابه عملوا تجربه، جابوا ناس مطبقين وجابوا ناس نايمين 8 ساعات، وادوا دول حاجات يتعلموها وادوا دول حاجات يتعلموها، وبعدين امتحنوهم. تخيل النتيجه عامله ازاي؟ 40% فرق بين اللي ناموا 8 ساعات وبين اللي ما ناموش. شوف الحلقه دي كامله لو عايز تعرف ازاي تنام كويس واضرار عدم النوم الكويس. لما بتتمرن جسمك بيفرز هرمونات بتساعدك على التركيز وبترفع من مودك، الادرينالين والدوبامين والسيروتونين، وكل الحاجات دي اتكلمنا عنها في حلقات مختلفه. وبالتمرين انا ما اقصدش انك تروح الجيم او تجري او تلعب رياضه عنيفه، كل الحاجات دي ما دام انت شاب وقادر هتكون احسن انك تعملها، واقل حاجه تعملها انك تنزل تتمشى، ويا ريت تكون في حته خضراء. ان يبقى في كميه كافيه من الميه في جسمك ده برضو مهم. عاده لما بتصحى من النوم بتحس انك مش مركز ومش قادر تفكر كويس. احد اسباب ده انك بقالك 8 ساعات ما شربتش ميه. حاول تشرب ميه بكميات كافيه عشان ده هيساعد مخك على التركيز اكتر. ايه هي كميه الميه المناسبه؟ لتر ونص، لترين، كل ما تزود كل ما يكون احسن. مفيش اضرار لو زودت في شرب الميه، بس على الاقل لتر ونص. ايه اللي بتدخله لجسمك من اكل برضه بيأثر على تركيزك. لو انت بتاكل من الشارع ومقضيها بيبسي فانت بتقلل من قدرات مخك على التركيز. الاكل اللي فيه سكر كتير بيخليك مش مركز. لو عايز تساعد مخك على التركيز كل خضار وفاكهه واكل بيتي.
ازاي تبني تركيزك؟ التركيز مهاره زي اي مهاره تقدر تبنيها مع التدريب. انا النهارده عاوزك تعمل تجربه، عاوزك تقعد وتحاول تشوف نفسك هتقدر تركز لمده قد ايه، والنتيجه هتكون صادمه. ممكن تلاقي نفسك مش قادر تركز لاكتر من 10 دقائق، مش مشكله، حاول كل يوم تحط وقت معين تقعد تركز فيه، ده موجود عشان تركز فيه. ومع الوقت اسبوع 2 3 تلاقي نفسك بتنتقل من 10 دقائق تركيز ل 20 دقيقه تركيز، 30 دقيقه تركيز، لساعه وساعتين تركيز. فكل يوم عندك وقت مخصص بس انك تبني فيه عاده انك تكون مركز. واحسن وقت تعمل فيه الكلام ده هو وقت الصبح بعد ما تصحى بساعه، لان ما بيكونش فيه ملهيات كتير، ولانك بتكون نايم 8 ساعات فبتكون مرتاح، ولانك ما بداتش يومك وما بقاش فيه حاجات كتير مخك ينشغل بيها. عشان تبني عاده التركيز تصحى من النوم، تشرب ميه، لو هتفطر تعمل تمرين خفيف، وتبدا تقعد تركز، تحطها في المذاكره، تحطها في حاجه تانية، ولكن بس لمجرد انك بتبني عاده التركيز كل يوم. لو استمريت عليها لمده شهر هتلاقي معدل تركيزك على الاقل اتضرب في 2، وبعد كده تبدا تدخلها في المذاكره او في الحاجات اللي انت عاوز تستفيد منها بالفتره اللي انت بتكون فيها مركز فيها قوي دي. لو انت دلوقتي راجل قادر تركز لمده قد ايه؟ لحد ما تقدر. كلنا طبعا سمعنا عن البومودورو تكنيك، 25 دقيقه و5 راحه، 25 دقيقه و5 راحه 4 مرات، وبعد كده بتاخد بريك طويل. بس لو تقدر تركز لمده طويله من غير ما تاخد بريك ده هيكون احسن، وبرضه على حسب المهمه اللي انت بتعملها. يعني لو بتذاكر حاجه صعبه جدا اكيد بعد 25 دقيقه تكون تعبت، فتاخد 5 دقائق وترجع تاني. بس اهم حاجه انك في الخمس دقائق دول ترتاح فعلا، ما تفتحش فيسبوك، ما تفتحش انستجرام، ما تقعدش تتفرج على اليوتيوب. تخيل مثلا معايا انك بتجري لمده ساعه وهتاخد 15 دقيقه راحه، فتفضل تعمل ايه في ال 15 دقيقه دي؟ تلعب نط الحبل ولا تقعد تستريح ما تعملش حاجه عشان تقدر تقوم تجري كمان ساعه؟ فانت بعد ما تخلص مذاكره وتقعد تفتح فيسبوك وهتكون دخلت ساعتها في التركيز المشتت، ولما هترجع تاني للمذاكره مخك هيكون مرتاحش من الساعه الاولانيه من المذاكره، وهيكون انتقل لسياق تاني وهو سياق الفيسبوك، وعقبال ما يحمل ويرجع لسياق المذاكره تاني هياخد منك وقت وهيخليك مش مركز، وكمان انت جاي تعبان من الساعه الاولانيه. فتعمل ايه في البريك؟ انزل اتمشى، اقعد ما تعملش حاجه، وعارف ان ده ممل، ولكن احسن حاجه تعملها لمخك انك تكون حاسس بالملل. لو وصلت لهنا فبرافو عليك، احسنت، انت تركيزك احسن من تركيز اغلبيه الناس. ولو انت مقدم من اول الفيديو فتعالى اقول لك الملخص. احنا عندنا نوعين من التركيز، تركيز مشتت وتركيز موجه، واحنا عاوزين نروح للتركيز الموجه. عشان تبعد عن التركيز المشتت ابعد عن الملهيات واهمها التليفون. خد بالك من جسمك، من اكل وتمرين وعدد ساعات نوم كافي وشرب ميه. التركيز مهاره لو اتدربت عليها كل يوم هتكون احسن فيها. حط وقت لنفسك كل يوم بعد ما تصحى بساعه انك تقعد عشان تركز. لو ركزت النهارده 10 دقائق كمان شهر هتقدر تركز على الاقل ساعه. لما تاخد بريك ما تفتحش فيسبوك، نام او اتمشى، بس افتكر ما تنامش بعد العصر وما تنامش اكتر من ساعه عشان عاوزين نحافظ على النوم بالليل. ده كان كل اللي عندي النهارده، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام عليكم.